عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل بقى ايه، اكله شعبيه اصيله. هنعمل بقى النهارده كرشه وممبار. انا طبعا مقطعه الكرشه اهي. قلنا هنسلقها الاول في ميه بحيث ان هي تطلع اي حاجه فيها زفاره. وبعد كده هنعمل لها الصلصه بتاعتها. بس انتوا لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير علشان الكل يستفيد. يلا نبتدي بقى معانا. بص انا حطيت ميه اهي على النار، هحط الكرشه اهي. انا طبعا مقطعاها ومنضفاها كويس قوي اهي. هتاخد غلوتين 3 كده، وبعد كده هنصفيها. بصوا بقى بتغلي اهي، ماشي. هي بس اول ما تدخل على سوا هقفل عليها علشان خاطر تاخد لها غلوة برضو مع الصلصة. على فكرة انا لما بجيبها من عند الجزار بتبقى متنضفة، بس انا ما بعترفش بنظافة الجزار وكده، فبضطر ان انا بغسلها كويس قوي، بشيل الدهون اللي بتبقى في الظهر من ورا هنا كده. بشيلها وبنضفها وبنقعها بملح كتير وليمون. وبتنقعيها قد ساعة. على فكرة لما انت بتنقعيها كأنك انت بص ما بتشميش اي ريحة للكرش خالص خالص. طبعا ايه، انا عملت معاكم الممبار كذا كذا مرة اهو. انا طبعا هحطه في المية بتاعته وهسلقه هو كمان عقبال ما الكرشة تتعمل. بصوا بقى انا هصفي البتاع دي الكرشه وهرجع اعمل التسبيك. انا هنا معلش اللقطه دي ما اتصورتش. انا هنا حطيت معلقه سمنه كبيره وقطعت بصلايه. هنسيبها بقى ايه تصفر شويه. بصوا هي اصفرت اهي. هحط فص ثوم صغير، انت عايزه تحطي ثوم كتير براحتك، بس انا يعني اللي متابعني عارف ان انا ما بحبش الثوم كتير في الاكل علشان معدتي وكده. طب هنكمل بقى الاكل ازاي بقى من غير ما تعملي لي لايك بقى والكومنت الحلو وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. اول ما الريحه بتاعت التومه بتطلع كده هننزل بالصلصه. طبعا انت بقى ايه، انا هحط ملح وفلفل اسمر بس. انت بقى حابه تحطي صلصه كتير براحتك، عايزه تحطي صلصه قليله زي براحتك. انا ما بحبش الاكل متسبك كتير، يعني انا ما بحبش الحاجه محمر قوي، انا بحبها تكون داخله على اللون البينك كده شويه، ما بحبهاش متسبكه عشان برضو معدتي. بصوا هي داخله على التسبيكه على ان هي تسبك، بس انا هنزل بيها بقى. بصوا بقى هنعمل ايه. سيبي الكرشه شويه في الصلصه تغلي غلوتين بيها، بحيث ان ايه، ان الصلصه تخش جوه الكرشه. وبعد كده هنزودها ميه علشان بس ايه تكمل سوا فيها. بصوا بقى هي غليت غلوتين كده بالصلصه، هنزود بقى ميه. انت بقى عندك شوربه زودي، بس انا يعني انا مش هينفع ازود شوربه علشان خاطر ان انا يعني حطيت ملح في التسبيك. هنسيبها بقى تغلي غلوتين كده لحد ما ايه ما تاخد السوا الكامل بتاعها ونقفل عليها. انا بقى بحب اللون ده جدا، ما بحبش اللون الاحمر خالص. انا عايزه اشممكم الريحه اللي انا شماها. هي قربت تستوي تحفه بجد. بصوا بقى يا جماعه، انا غرفت اهو ادي الممبار والكرشه. بصوا بقى خفيفه ازاي، حبوها معايا يا جماعه. وده اللفت اللي احنا عملناه مع بعض.
بصوا ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. سلام عليكم.